السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هندلع الاطفال الصغيرة عشان دخول المدارس. هنعمل لهم اشكال تحفة للاقلام، تكلفتها بسيطة وسهلة. باي بواقي خيوط موجودة عندك هتعمليه وتزينيه، الاولاد هيفرحوا بيه قوي. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باللايك. دي قطعة كرتون عملت فيها فتحة صغيرة في النص، ولو مفيش كرتون ممكن تلفيه على صوابعك عادي، على صوابع ايدك. هجيب الخيط، اي بواقي خيط متوفرة عندك هتبدأي تلفي كده لعدد اللفات اللي انت عايزاه. يعني لو عايزة الكورة كبيرة شوية ومنفوشة وحلوة هتزودي عدد اللفات، او عايزة الكورة صغيرة هتقللي من عدد اللفات. خلاص انا كده لفيت العدد اللي انا عايزاه، حوالي 80 لفة. وهبدأ اجيب قطعة من الخيط واربطها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبتدي اشيلها من قلب الكرتونة. وبعد كده هبدأ اقص الجناب واسويها كده، اخليها زي الكوره مدوره عشان لما ابدا اظبط فيها تبقى سهله معايا وتديني كوره حلوه ملفوفه. بعد كده هجيب اي مشط موجود عندك، ده مشط انا مش بستخدمه، هبدا اسرحها. الصوف ده كل ما بتسرحيه كل ما بينفش اكتر وبيبقى شكله احلى، بيبقى عامل زي القطن كده. القلمه اللي انا هعملها النهارده تنفع مشروع، يعني لو حد عايز يعمل مشروع منها ممكن يسترزق منها وياكل لقمه عيش. لو سالتوا عليها في المكتبات هتلاقوا الاسعار غاليه. وبعدين ممكن تعملي منها افكار كتير، يعني مش لازم اقلام، ممكن تعملي ميداليات. هتشوفوا افكار حلوه قوي في الفيديو ده. جبت الفوم وقصيت منه قرن، وقصيت منه كمان ودنين على شكل اليونيكورن، وبدات كده اثبتهم في الكوره البيضه بكل بساطه وسهوله، ما فيهاش اي حاجه صعبه. هتدينا شكل حلو قوي، شكل قلم تحفه وبسيط. هجيب القلم الرصاص او القلم الجاف، القلم اللي انت حابه تزينيه براحتك، هينفع في الاتنين. انا عامله جاف وعامله رصاص في الفيديو. هجيب السولوتيب الملون او اللزق الملون وهبدأ كده الفه على القلم، وما تخافوش منه بيتبرع عادي بالبراية مع القلم الرصاص. بعد ما لفيته بالشكل ده كله هبدأ اثبته في الكورة اللي انا عاملاها. شكل القلم بقى تحفة، الافكار كلها حلوة ان شاء الله تعجبكم. تاني كورة انا هبدأ اثبت فيها الاميرات، انا عارفة ان البنانيت بتحب الاميرات. دي صورة عادية انا طبعاها من موقع بنترست، وبعد ما طبعته جبت السولوتيب الشفاف وورق الستنسل وبدأت اثبته عليه علشان لو جه عليه ميه ولا حاجه ما تبصش الورقه وتبهدل مني الالوان. اخدتها وثبتها في الكوره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها بقى تحفه، الاميرات طالعين تحفه قوي، منظر الكور حلو قوي كأنها لابسه فستانها. بقيت معايا بالشكل الجميل ده. معلش انا اسفه للصوت، انا تعبانه والله وبسجل بالعافيه، بس عشان بقالي فتره مش بنزل قلت اعمل لكم حبه افكار للمدارس عشان تلحقوا تنفذوها. والله عندي فيديوهات متحملة على القناة وما نزلتهاش، معلش يا جماعة سامحوني والله العظيم. كل ما بان واصور بتحصل لي حاجة، الحمد لله. جبنا الكرة التانية باللون ده، هينفع معاها اي واحدة من الاتنين، وثبتها بنفس الطريقة بالشكل ده. ولفيت على القلم السلوتيب بالسيلفر، اللون الفضي الجميل ده. والله الاطفال هيحبوهم، انا ما كنتش متوقعة ان اشكالهم هتبقى حلوة بالشكل ده، كلهم احلى من بعض. جبت قطعة من الفوم وبدأت اقصها على شكل الطائر ده. ممكن تحطيها بالفوم الملون الجليتر وممكن بالفوم السادة، بس انا حسيت الفوم السادة احسن بكتير. جبت القلم وبدأت اثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه، بس شكلها بقى تحفة، بقت حلوة قوي. ولو قصيناها بالفوم جليتر هيبقى ده شكلها. انا هبدأ احطها لكم فوق بعض كده فشوفوا الشكل اللي يعجبكم ونفذوه. بعد كده جبت الكرة الصفراء وهبدأ اثبت فيها الاميرة دي، بس انا بيبقى لونه اصفر. بعد كده هجيب السلوتيب وهبدأ اثبت اللون الذهبي على القلم زي ما وريتكم في الاول، وبعدين ثبت الاميرة بالشكل ده. طلعت قمر زي ما انتوا شايفين وما خدتش اي وقت، يا دوبك بتعملي الكوره وتثبتي عليها الاميره من فوق. جبت الكوره اللبن اللي فاضله وبعدين قصيت على شكل نجمه، شكلها سهل وبسيط، لو ما بتعرفيش ترسميها شفيها
او ارسميها بالقطاعات بتاعه رمضان هتطلع لك نفس الشكل. بقى شكله تحفة. ان شاء الله هنزل لكم كل صور الافكار اللي انا عملتها على صفحة الفيسبوك. قصيت شكل ديل السمكة على الفوم الذهبي وبدأت اثبته في الكرة اللي باللون الابيض، اداني شكل تحفة في الاخر. ودي مجموعة من التيجان كبير وصغير بألوان مختلفة. شوفوا الشكل اللي يعجبك واللون اللي يعجبك وتبدأي تثبتيه كده في الكورة. خلاص انا ثبتها بالشكل ده. هبدأ اجيب القلم، انا كنت مغلفاهم، في حبة مغلفاهم وحبة لا. ولو هثبت الكور بالشكل ده الافضل تجيبوا الاقلام من غير جومة، علشان لما بركبها في الكورة مش هيعرف يستخدمها. الاشكال كلها قمر والافكار كلها بسيطة وسهلة وتنفع تنفذيها. اهم حاجة نفرح الاطفال ولو بحاجات بسيطة. قصيت قطعة من الفوم على شكل قلب وجبت الكرة الصفراء وممكن تثبتيه بالشكل ده. بعد كده هجيب الكور الحمراء دي، انا كنت سايباها بالخيط بتاعها، الخيط اللي انا ربطت فيه في النص ما قصيتهوش وسرحت الكرة عادي. ده انا هبتدي اربطه، لو سبت الخيط هتربطيه جامد مش هتتقطع الميدالية. انا هعمل ده ميدالية وهعمل الكرة التانية الحمراء برضو في قلم جاف، عشان لو حبيتوا تعملوا جاف او رصاص بقت تحفة تحفة. ممكن تعلقيها في الشنطة او سلسلة المفاتيح، ممكن البنوتة تعلقها في شنطة المدرسة تعملها بلون الشنطة. دي الكرة التانية الحمراء، انا جبت قطعة من السلسلة دي بتتباع عند اي حد من مستلزمات الخياطة. هبدأ اربطها زي ما ربطت الميدالية بالظبط، هربطها 3 4 5 ربطات هتبقى معايا جامدة وحلوة. انا عندي هنا قلم احمر، انت ممكن تجيبوا اللون اللي يعجبكم، قلم جاف. وبعد كده جبت المسمار ده برضو بيتجاب من مستلزمات الخياطة، وحطيت فيه خرزة صغيرة وثبته كده في ظهر القلم، وهبدأ ارجعه عادي في القلم زي ما كان. وهفتح الجزء اللي من فوق في السلسلة وهبدأ اثبته كده في القلم وهضغط عليه بالزرادية هيثبت معايا ويبقى شكله تحفة. القلم شكله بقى تحفة حلو قوي. ممكن تعملوه بلون القلمة اللي انتوا هتجيبوها، احمر او اخضر او ازرق. انا هنا بدأت اضغط عليه عشان اقفله حلو، بقى معايا بالشكل الجميل ده. شكله بقى قمر قمر قمر، احلى من القلمة الرصاص كمان وشيك، شكله حلو قوي. الكور الصوف دي ممكن تعملي منها افكار كتير قوي. جبت الاشكال الكيوت دي ومعاها الحروف الخرز، وجبت خيط نايلون بيتعمل بيه الاساور. هدخل كل الاشكال والحروف في قلب الخيط، وبعد كده هجيب القلم، قلم جاف او رصاص مش هتفرق، لان احنا مش هنلفها على القلم كله، احنا هنركبها في القلم من فوق بقى بالشكل التحفة ده. هبدأ اثبتهم في القلم الجاف كده في الظهر. ركبت المسمار الصغير اللي انا ركبته في القلم الاحمر من شوية وبدأت اثبت فيه الخيط، وبسام قعد يزن فشلتها له وركبتها له في اخر الفيديو في قلم رصاص. هو فرحان بالحروف اللي مكتوب بيها الاسم، شكله حلو قوي كيوت كده وجميل. جبت الكرة البيضة دي وقصيت ودنين كده، ممكن تحسبوه أرنوب أو قطة، وركبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه في القلم. أشكال كلها بسيطة وسهلة وهتفرح الأولاد. ده القلم الرصاص، أنا شلت المسمار اللي كنت ركبته في القلم الأخضر علشان بسام كان عايز الشكل ده، وثبتوله بحبة من الشمع. شكله بقى كده حلو برضو في القلم الرصاص. ممكن تثبتيله فوق المسمار خرزة ملونة. واخر حاجة جبنا الكورة دي انا كنت عاملاها ابيض في احمر، هتلفيها عادي حبة من اللون الابيض وحبة من اللون الاحمر او اللون اللي انت حباه، هتطلع معاكي بالشكل ده. كل الافكار اللي في الفيديو روعة، كلها بسيطة وسهلة وغير مكلفة، هتعمليهم بكل بساطة. اي حبة خيوط موجودة عندك باي لون، وان شاء الله هعمل فيديو فيه افكار كتيرة للاولاد باذن الله. وممكن كمان تخليهم يشاركوا في عمايلها، هيحبوها ويحافظوا عليها. ياريت تكتبولي انهي فكرة عجبتكم اكتر في الكومنتات، وتدعولي بالله عليكم ربنا ييسر لي الحال كده ان شاء الله، وانزل لكم الفيديوهات اللي تحبوها باذن المولى عز وجل.
واستنوني ان شاء الله هنزل لكم سلسلة افكار للمدارس. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وقدرت افيدكم باي حاجة. ما تنسوش تدعموني باللايك وتنوروني بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.